إلى الغرب من مدينة طرابلس وبالتحديد مدينة الزاوية التي تعتبر الرابطة بين أقصى الغرب الليبي وبين العاصمة، تحركت القوات التابعة للزعيم الليبي لفرض سيطرتها على المدينة. وبحسب شهود عيان فإن المعتصمين الذين كانوا يرابطون في ميدان الزاوية ويتوقعون مجيء قوات العقيد من شرق المدينة فوجئوا بقدوم هذه القوات من منطقة الحرشة إلى الجهة الغربية. وبحسب الشهود اختارت القوات المهاجمة ساعات الصباح الأولى مع تدني أعداد المعتصمين لتهاجمهم مزودة برشاشات ثقيلة، ما أسفر عن سقوط عشرات بين قتيل وجريح بحسب الشهود. وفي مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس والتي تقطنها أغلبية أمازيغية خرج متظاهرون في الشوارع مطالبين برحيل العقيد معمر القذافي ورددوا هتافات مؤيدة للثوار في بنغازي. العاصمة طرابلس التي يردد المسؤولون التابعون للقذافي أنها تنعم بالهدوء تشير الصور التي بثها المحتجون على شبكة الإنترنت إلى حصول إطلاق نار قاتل في أغلب الأحيان. مات قتلوه الكلاب وما يحصل في ساعات الليل في مدينة تاجوراء يظهر مع بزوغ شمسها كهذه السيارة التي يبدو أن ركابها تلقوا رصاصات قاتلة. هنا رصاص عائلة بالكامل، شاهد الآن دماء، تم أخذ جميع أوراقه، حوالي ما لا يقل عن 30 رصاصة. هذا حفاظ الطفل. الموت المتنقل في ليبيا أصاب سيدة في هذا المنزل والنتيجة تبقى مفجعة لذويها. حارق فجرنا رسولا تحرم، حارق يهود بدروشي، يهود بدروشي، إسرائيليين بدروشي، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. فرش عنكم، فرش عنكم، أبعد الشريدين، أبعد الشريدين، الشعب